بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، طبعا كنا خلصنا الجهاز التناسلي الذكري، والنهاردة إن شاء الله هنخش على الجهاز التناسلي الأنثوي، الجهاز اللي شالنا كلنا 9 أشهر في رحم أمهاتنا. النهاردة إن شاء الله أول ما نبدأ مع بعض في هذا الجهاز التناسلي الأنثوي لازم نتعرف على وظيفته بصفة عامة قبل ما نتكلم عن التركيب بتاعنا، اللي هو عبارة عن مبيضين وقناتي فالوب ورحم ومهبل، ونعرف التفاصيل بتاعت كل حاجة من الأربع مكونات للجهاز التناسلي الأنثوي. أول حاجة عندنا يا ولاد في وظيفة هذا الجهاز هو إنتاج الأمشاج المؤنثة. يبقى أول حاجة هتكلم عنها الوظيفة للجهاز التناسلي الأنثوي. أول حاجة إنتاج الأمشاج، اللي هي إيه؟ اللي هي إنتاج البويضات، إنتاج الأمشاج المؤنثة اللي هي البويضات. كلام جميل. بيتم تحريرها من المبيض، يعني بتخرج البويضات من المبيض. كلام جميل قوي. بواقع بويضة واحدة كل شهر لتدخل قناة فالوب، وهذا هو الإفراز الخارجي. عندنا البويضات أو الأمشاج المؤنثة بنقول إفراز خارجي، بتفرز في قناة فالوب بواقع بويضة واحدة كل شهر. بويضة واحدة من كل مبيض بتخرج كل شهر، بواقع بويضة من هذا المبيض هذا الشهر. يعني لو سيدة حاضت في تقريبا شهر 3، كان معنى كده ان البويضة اللي خرجت قبل حدوث الحيض كان من المبيض، هنفترض انه اليمين. هتيجي الشهر اللي بعده تحيض، قبلها كان في تبويض من المبيض الايسر. طيب حاضت ليه؟ لان ما حصلش اخصاب للبويضة. يبقى اذا عدم حدوث اخصاب للبويضة يؤدي الى حدوث الحيض او الدورة الشهرية. يبقى ده استنتاج صغير قوي بنطلع بيه من هذه الملحوظة. طيب كل شهر من احد المبيضين. الست عندها مبيض ايسر وعندها مبيض ايمن. المبيض ده بيطلع بويضة كل 28 يوم، والمبيض ده بيطلع بويضة كل 28 يوم. يعني المبيض ده بيطلع بويضة كل 56 يوم. خدوا بالكم من ملحوظات الخارجية. يعني عندنا كل مبيض هيطلع لي كل 56 يوم بويضة. الوظيفة التانية غير إنتاج الأمشاج المؤنثة، الوظيفة التانية زي ما قلنا أيضا في الخصيتين أو التستس إن فيه هرمونات وفي حيوانات منوية. أيضا في الأوفري اللي احنا بنتكلم دلوقتي هو اللي بيعمل لنا الوظيفتين دول، اللي هما المبيض. وظيفته التانية غير الأمشاج المؤنثة إنتاج الهرمونات الأنثوية، زي الاستروجين والبروجسترون. كلام جميل قوي. طيب بيفرزوا منين؟ الاستروجين بيفرز من حويصلة جراف أثناء نموها، ثم يفرز البروجسترون من الجسم الأصفر، وذلك بعد الإباضة. يعني ايه يا مستر بعد الإباضة؟ يعني بعد خروج البويضة الجميلة من حويصلة جراف. طيب عندي تركاية حلوة قوي لازم أقولها في الحتة ديت. ايه هي؟ البويضة اللي بتخرج من حويصلة جراف دي اسمها ايه عشان تروح لقناة فالوب عشان يحصل لها تلقيح بحيوان منوي؟ هي ليها اسم يا مستر؟ ما هي اسمها البويضة. لا يا سيدي، ما اسمهاش البويضة، هي اسمها الخلية البيضية الثانوية. ماشية ماشية لحد ما وصلت للجسم الأصفر الرائع ده، ويجيبوا لك بعد شوية إن هو صغر وتلاشى. يعني معنى كده إن الخلية البيضية الثانوية دي
ما حصلهاش تلقيح بحيوان منوي، فبدأ الجسم الأصفر يضمر ويتلاشى. يعني معنى كده هذه السيدة لم يحدث لها إخصاب للبويضة ولن يحدث حمل طالما تلاشى الجسم الأصفر. إنما الجسم الأصفر لما يفضل يكبر يكبر يكبر، يعني معنى كده الست دي حصل لها إخصاب من حيوان منوي للخلية البيضية الثانوية. دي الخلية البيضية الثانوية دي بيحصل لها تلقيح فين؟ تقولوا لي في قناة فالوب. في قناة ايه؟ في قناة فالوب اللي هي فين؟ اللي هي ديت. عندي ادي قناة فالوب، هنا في عندي زوائد اصبعية عاملة زي الملقاط. عارفين الملقاط اللي بتلقطوا بيه الشوكة اللي بتخش في جلدك؟ تلقط بالملقاط الشوكة. هذه الزوائد الاصبعية تلقط زي الملقاط البويضة اللي خارجة عشان تتنقل لقناة فالوب عشان يحصل تلقيح. يبقى اذا اللي بيحصل ان الخلية البيضية الثانوية بيحصل لها اخصاب فين؟ بيحصل لها اخصاب في قناة فالوب. سؤال اختياري: يحدث للخلية البيضية الثانوية اخصاب في قناة فالوب، في المبيض، في المهبل، في الرحم؟ حضرتك تحتار؟ لا، انت ما تحترش، ان شاء الله في قناة فالوب. طيب انت قلت لنا مستر دي وظيفة الجهاز التناسلي: 1 انتاج الامشاج المؤنثة، 2 انتاج هرمونات الانوثة. وبدل ما تقول لنا هرمونات الانوثة دي بتعمل ايه، كنمو الثديين عند الفتاة، كنعومة الصوت الجميل بسبب ان ما عندهاش تستوستيرون. الذكر عنده تستوستيرون بيزود عنده سماكة الأحبال الصوتية، إنما عند المرأة صوتها ناعم، الأحبال الصوتية هتلاقوها مسرسعة، الصوت حاد، ففي نعومة في الصوت، صوت ناعم حاد كده. طيب حدوث تنظيم للدورة الشهرية، ده الوظيفة اللي بعد كده. أنا مش بتكلم بقى عن الهرمونات، أنا بكمل الوظيفة. أدي 1 أدي 2. طيب رقم 3 إيه ورقم 4 إيه؟ 3 أنا لسه قايلها لكم حالا: حدوث وتنظيم للدورة الشهرية. ده بمساعدة مين؟ ده بمساعدة الهرمونات أيضا الجنسية الثانوية، ودي بيعملها الهرمونات زي الاستروجين والبروجسترون. البروجسترون حضرتك او حضرتك بقى، انا اسف اللي بقول له حضرتك، انا عارف ان انت ذكر مش انثى، فركزي معايا حضرتك، ومش معنى كده ان انت ما تركزش، لا ركز معايا انت كمان. طيب حدوث تنظيم الدورة الشهرية ده بيعمله الاستروجين والبروجسترون. ازاي يا مستر؟ اشرح لنا اكتر علشان نفهم. حضرتك اللي بيحصل ان البروجسترون والاستروجين، واحد بيعمل على انماء بطانة الرحم، وواحد هيزود سمك بطانة الرحم. يزود سمكها، البروجسترون هتتهدم وينزل الدم بتاع الحيض او الدورة الشهرية، هتتهدم وهتفضل موجودة. طيب دي الوظيفة رقم 3. الوظيفة بقى رقم 4 للجهاز التناسلي، او هنعتبرها بقى رقم 3 لان احنا شرحنا قلنا انتاج الامشاج وانتاج الهرمونات، دي كانت 1 و2. رقم 3 ووظيفة مهمة: ان بتهيأ لي مكان آمن ومناسب لنمو الجنين، إيواء الجنين حتى الولادة، بمعنى أصح إيواء الجنين حتى الولادة. وده بيعمله الجميل الرحم اللي كلنا عشنا جواه 9 شهور، ربنا يخلي لنا أمهاتنا كلنا. الأنثوي تهيئة مكان آمن وبيئة مناسبة لإتمام إخصاب البويضة. إيه اللي بيعمل كده في الجهاز التناسلي الأنثوي؟ لسه شارحها، ركزوا معايا، عن طريق قناة فالوب. يبقى مكان مناسب وبيئة مناسبة لإتمام عملية إخصاب البويضة، اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها خلية بيضية ثانوية، وهي موجودة في قناة فالوب، راحة عشان مستعدية للحيوان المنوي الجميل اللي جاي لها عشان يحصل تلقيح، مستنياه حاجة اسمها خلية بيضية
ثانوية. خليك ثانوية. المكان الآمن ده اللي هيحصل فيه الإخصاب اسمه قناة فالوب، نسبة للعالم الذي شبهها وهو العالم فالوب. طيب يلا بينا نشرح أول جزء في الأعضاء اللي داخلة في تركيب الجهاز التناسلي الأنثوي، ألا وهو الأوفري أو المبيض. مبيض شمال ومبيض يمين، يعني مبيضين. عندها الأنثى مبيضين. هنبدأ برقم 1 ألا وهو الأوفري. إيه حكاية المبيض دوت؟ إيه حكاية الأوفري دوت؟ قصته إيه؟ قصته عرفناها من خلال إنتاج الإستروجين والبروجسترون الهرمونات، وقصته عرفناها من خلال إنتاج الأمشاج. تعالوا بقى نشوف قصته كوصف كده جميل، مع إن الوصف ما بيجيش فيه أسئلة في الامتحان، بس إحنا لازم نقول كل حاجة. يوجد المبيضان على جانبي تجويف الحوض، يعني في المنطقة بتاعة الحوض. يعني حضرتك ما تجيش تقول لي ان الاوفري واقعين على مستوى فقرات قطنية ولا صدرية. ايه ده؟ ايه اللي هيطلعه فوق كده؟ ده واقع في مستوى فقرات عجوزية. كلام جميل. يبقى ليه؟ لان انا بقول في الحوض، بيوجد على جانبي تجويف الحوض. يوجد على جانبي تجويف الحوض. طيب الملحوظة رقم 2، بياخد شكل بيضاوي. فاكرين مين قلنا شكله بيضاوي؟ التستس، الخصيتين. كلام جميل قوي. مع اختلاف الطول، اوعوا تنسوا الطول بتاع الخصيتين مختلف عن الطول بتاع الاوفري. الاوفري طوله اصغر وعرضه اصغر. طيب اللوزة المقشرة، عارفين اللوز بتاع رمضان اللي احنا بناكله في رمضان؟ اللوزة المقشرة هي في حجمه المبيض الواحد. عندك الأنثى اللي بينضج عندها من الآلاف، بيبقى في آلاف من البويضات الغير ناضجة دي، اللي بينضج عندها بس هم 400 بويضة. 400 بويضة ناضجة هم اللي يعني بينضجوا وبتستفاد بيهم الأنثى. كلام جميل قوي. طيب انت قلت لنا بيطلع بويضة كل 28 يوم، يعني تقريبا في السنة هيطلع 13 بويضة في السنة الواحدة. كلام جميل. نيجي عن السنة 13، يعني في كام سنة تخلص ال400 دول؟ اقسم ال400 على 13 يطلع تقريبا 30 سنة بالتقريب. كلها مواضيع تقريبية. ضيف 30 على 13 يبقى الأنثى دي هتوصل لسن اليأس وهي عندها 43 سنة. ما هو سن 43 سنة؟ نكتب إن سن اليأس هو اضمحلال وانتهاء البويضات دي. إنما من 13 ل 43 بسميها فترة خصوبة الأنثى. ايه أهمية المبيض اللي احنا بنتكلم عنه دوت عشان نخش على قناة فالوب؟ أهمية المبيض هو إنتاج الأمشاج المؤنثة ابتداء من البلوغ وحتى انقطاع الطمس. يبقى وظيفة المبيض إنتاج الأمشاج، واتكلمنا عنها في الأول. رقم 2، هرمونات بتنظم الطمس. هرمونات بتنظم الطمس. طيب قناة فالوب اللي بيحصل فيها عملية التلقيح للحيوان المنوي. قناة فالوب. كل قناة بين الرحم وأحد المبيضين بتربط. بصوا الكلام ده عشان يبقى الكلام مفهوم. كل قناة من القناتين قال لك بتربط ايه؟ بتربط بين الرحم وأحد المبيضين. اهي كل قناة من الاتنين، اللي على الشمال واللي على اليمين. كلام جميل قوي. بتقع مباشرة أمام المبيض. كلام جميل. الجزء الواسع لها يقع أمام المبيض، الجزء الضيق لها يتصل بالرحم. كلام جميل. بتفتح كل قناة بواسطة أمعة. كل قناة بتفتح بواسطة أمعة. بعد ما بتنتج الخلية البيضية الثانوية، تمام،
من المبيض بتروح تتخصب في قناة فالوب، وبعد ذلك تتوجه إلى الرحم علشان تنغرس في الرحم. اوعوا تنسوا ان الخلية البيضية الثانوية هي اللي بتتلقح في قناة فالوب. طيب بعد ما بتتلقح الحيوان المنوي يخش رقم 3 الرحم. الرحم المكان الذي يأوي الجنين. الرحم بنسميه يترس، المكان اللي بيأوي الجنين، وظيفته إيواء الجنين حتى الولادة. إيواء الجنين حتى الولادة يعني بيعيش فيه الجنين لحد ما بيتولد. كيس عضلي في حجم قبضة اليد. عضلي يعني أكيد في عضلات لا إرادية بينقبض. فاكرين أثناء الولادة قابل للتمدد والتوسع ولا مش قابل؟ لا قابل، عشان انت لسه قايل لنا الاكسيتوسين، يبقى قابل للتمدد والتوسع عند حدوث حمل وكمان نمو الجنين وكمان ساعة الولادة، يعني قابل انه يتمدد ويتوسع علشان الجنين بيكبر. تمام، يبقى قابل للتمدد والتوسع اثناء حدوث الحمل، اثناء حدوث الحمل ونمو الجنين. موجود فين يا ولاد؟ موجود بين عظام الحوض، يوجد بين عظام الحوض. التناسلية دي كلها بتقع في الحوض، منطقة الحوض. بيوجد الرحم فين؟ أمام عظام الحوض، أو بمعنى أصح بيوجد بينها، بيوجد بين عظام الحوض. طيب كلام جميل قوي. ليه أهمية يا مستر غير اللي انت قلتها يقوي الجنين لحد الولادة؟ يعني ليه أهمية تانية. عارفين ايه هي؟ انه ممر للحيوانات المنوية اللي داخلة من المهبل. يعني الحيوانات المنوية اهي، الحيوانات المنوية اهي هتفضل تمشي كده، نديها لون كده عشان تفهموا انا بقول ايه، لون غامق. هتفضل تمشي كده الحيوانات المنوية، تمام، عشان تروح لقناة فالوب، عشان تروح لقناة فالوب. يبقى الرحم ممر للحيوانات المنوية، ممر للحيوانات المنوية علشان تسبح فيه الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم، وكمان بيخرج منه دم الطمس. يعني آدي 3 أهميات، 3 بيخرج منه دم الطمس. مش هنعتبرها أهمية قوي زي الممر للحيوانات المنوية، تسبح فيه الحيوانات المنوية عشان توصل لقناة فالوب. كلام جميل. لسه عايزين نتكلم عن الرحم، عندنا كلام كتير. ده بينتهي فين الرحم؟ قال لك بينتهي بعنق يفتح عند المهبل. ادي العنق اهو بينتهي بعنق، ادي عنق اهو بيفتح عند المهبل. خلاص. طيب بيتم بداخله تكوين الجنين 9 اشهر لحد ما ربنا يأذن ويحصل تقلصات وينزل الجنين اثناء الولادة. رقم 4 الفاجينا او المهبل. ايه حكاية المهبل بقى دوت؟ قال لك ده قناة عضلية. عضلية يعني برضو عضلات، فيها عضلات، قناة عضلية طولها 7 سنتي. بتبدأ منين؟ بتبدأ من عنق الرحم. ادي عنق الرحم اهو. خلاص يبقى هتبدأ من هنا، بتبدأ من عنق الرحم. ادي عنق الرحم، عنق الرحم اهو، هي هتبدأ مع نهاية عنق الرحم. طولها 7 سنتي. طول المهبل ايه؟ 7 سنتي. بينتهي فين؟ بينتهي عند الفتحة التناسلية. طب يا مستر انت كنت قايل لنا ان الانثى الذكر، فاكرين الذكر عنده فتحة او قناة بيمر منها الحيوانات المنوية وبيمر منها البول. هل الانثى زيه؟ لا، الانثى مش زي الذكر. خد بالك، خد بالك في الملحوظة دي. الانثى عندها فتحة منفصلة لخروج البول، فتحة منفصلة لخروج البول، وليس زي الذكر، وليس مثل الذكر قناة مشتركة. كلام جميل قوي. يبقى عشان كده بنسمي المهبل قناة الولادة، قناة الولادة. تعالوا يا جماعة بقى نرسم منظر للبويضة عشان نعمل بعد كده المقارنة بينها وبين الحيوان المنوي. ادي البويضة،
خلاص. عندي اي حاجة ليها اكيد غشاء بلازمي لانها خلية حيوانية. طيب كلام جميل. ليها من بره غلاف اسمه غلاف البويضة. الغلاف ده بيكون متماسك. ما هو الحيوانات المنوية هتيجي حوالين الغلاف ده وتقعد تفرز انزيم اسمه الهيالو يورينيز. يبقى اكيد الغلاف ده اللي هسميه غلاف البويضة اللي هو من بره ده، الغلاف اللي بيكون متماسك بفعل حمض اسمه الهيالو يورينيك. يبقى اكيد جاي من اسم الانزيم اللي بيفرزه الحيوانات المنويه، وهو انزيم الهيالو يورينيز اللي هيدوب الغلاف بتاع البويضه ده. تتجمع الحيوانات المنويه كلها، اجمع حوالين البويضه، وكلهم يشتركوا في افراز هذا الانزيم عشان يدوبوا غلاف البويضه. لكن اللي بيخترق حيوان منوي واحد، وبعدها البويضه بتحيط نفسها بغشاء تمنع دخول اي حيوانات منويه اخرى. وبيبقى عندي يا جماعة جوه في نواة، وطبعا النواة جواها نوية، وعندي في سيتوبلازم موجود فيه اللي احنا قلنا بتختزن طبعا قدر من السيتوبلازم مناسب في هذه البويضة. طيب اما اجي اسألك، البويضة دي حجمها اللي اكبر ولا الحيوان المنوي الغلبان اللي قد كده دوت؟ قال لك لا، ده حجم البويضة بالنسبة للحيوان المنوي كبير جدا جدا جدا. المشيج المذكر اللي بتنتجه الخصية صغير، حجمه صغير، البويضة حجمها كبير. اما اجي اقول لك العدد، طبيعي جدا تقول لي عدد الحيوانات المنوية ده بيبقى من الملايين، ولكن هي بويضة واحدة قاعدة مستنية الملايين دولت عشان واحد بس هو اللي خصبها. اما اجي اقول لك مين اللي بيتحرك، بمنتهى البساطه هتقول لي ابو ديل دوت اللي بيتحرك كده. يعني لما تيجي يعملوا تحليل سائل منوي ويجيبوا الصوره على التلفزيون، تلاقي كده حاجات عفاريت عماله تجري كده تحت في الصوره. حيوانات المنويه تلاقوها عماله تجري بتتحرك كده في الصوره التلفزيونيه، منظرها جميل، يعني منظرها بجد يضحك وانت بتتفرج عليها. طيب يبقى البويضه ساكنه. التركيب، الحيوان المنوي قلنا عنده راس وعنده عنق وقطعة وسطى وديل. البويضة فيها سيتوبلازم وفيها نواة ومحاطة من الخارج بطبقة رقيقة متماسكة بفعل حمض الهيالو يورينيك، وفي سيتوبلازم. وقلنا كل ده في الرسمة بتاعتنا. طيب الاعداد، انا لسه قايل لكم الاعداد طبعا الحيوانات المنويه بالملايين، من 300 ل 500 مليون الذكر بيقذف في القذفه الواحده هذا العدد. في القذفه الواحده هذا العدد. يعتبر الرجل عقيم لو القذفه بتاعته فيها اقل من 20 مليون. اقل من 20 مليون يعتبر الرجل عقيم. يعتبر الرجل عقيم. يبقى الحيوانات المنوية بتنتج بأعداد كبيرة، لأن أثناء رحلتها يفقد كتير قوي 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 أثناء الرحلة عشان يوصلوا للبويضة. بينما البويضة بتنتج بأعداد قليلة لأنها بتكون ساكنة، وهي بويضة واحدة مستنية حيوان منوي. بتنتج بويضة واحدة من أحد المبيضين كل 28 يوم، يعني كل مبيض بيطلع كل 56 يوم بويضة. كل 56 يوم بيطلع بويضة. طيب اوعوا تنسوا يا جماعة ان في حاجة عندي اسمها امهات مني، وخلية منوية اولية، وخلية منوية ثانوية، وطلائع منوية، وحيوان منوية، حيوانات منوية. فدي كلها اسامي لبداية الخلية الجرثومية الامية. يعني الجرثومية الامية بتبدأ بجرثومية امية، دي بدايتنا خالص عشان نوصل للحيوان المنوي. بعد كده امهات المني، بعد كده المنوية الاولية، المنوية الثانوية، طلائع المنوية، الحيوانات المنوية. طيب البويضات بنبدأ بجرثومية امية زي ما بدأنا بالظبط في البويضات. وبعد كده بعد الخلية الجرثومية الأمية عندي أمهات البيض، مش هقول أمهات المني. عندي خلية بيضية أولية، مش هقول منوية أولية. عندي بعد كده خلية بيضية ثانوية، مش هقول منوية ثانوية. بعد كده عندي الصغيرة خالص اللي بعد كده ما اسمهاش بقى طلائع منوية، ولا في اسم طلائع خالص في البويضات وتكوينها.
بعدها على طول بعد البيضية الثانوية هي البويضة. يبقى في مرحلة مش موجودة اللي هي مرحلة التشكل، ودي قصد ان انا في اخر الفيديو اعيدها عليكم تاني عشان تبقوا فاكرين ان مرحلة التشكل غير موجودة في تكوين البويضات.